قاعدة لا بيا ولا عليا، حتى الآيس كريم مش عارفة أستمتع بيه، والاقي حماتي العقربة داخلة عليا مستكترة عليا إن الواد حسين ينضف الشقة مكاني ويريحني ليلة رأس السنة. قوم يا أخويا قوم، قوم حط رجل على رجلي كده واستمتع علشان أمك ما تسمعنيش كلمتين. هو أنا ورايا حاجة غيركوا غير الهم صبح وليل وليل وصبح، حتى اليوم اللي هرتاح فيه ألاقي الست الوالدة جاية. هعمل إيه؟ ما وريش حاجة، غسيل يا أخويا، شغلي الغسالة وأحط وأعمل وأسوي، في الآخر تقولي غسيلك ريحته عاملة كده ليه؟ الواحد مش عارف يراضي الحريم دي ازاي ولا الستات دي ازاي. يا لهوي عليا وعلى اللي بتعمله. اهو لميت الوبر عشان كل ما تشوفك لابس تيشيرت تقول لك يا سلام، شوف هدومك موبره ازاي، مراتك بتعمل ايه يا اخويا؟ ما انت ما كنتش جايب لي المكنه اللي بتشيل الوبر، انا اعمل ايه؟ يا سلام، ده كمان عايزانا اكوي الستاير. اهو يا ست الكل كويت لك الستاير، مبسوطه كده؟ واديني شلت اللحافه الايه، الصيف خلاص داخل يا ستي، انا بحب اتغطى باللحافه، اشغل التكييف كده و... واستمتع. واديني لميت يا اختي الشوكولاتات والبونبوني وكل حاجه. لما نشوف هتتكلم على ايه بقى المره دي وهتسمعنا الكلام على ايه. طبعا المزبله دي مش انا اللي عاملاها، انت وعيالك. امك بقى هتفهم كده؟ لا مش هتفهم، وتروح ماسكالي بقى كل حاجه وتقولي ايه التراب ده؟ ما هي معلقوش في الورد عيب، لازم تعمل اي حاجه. وادينا اهو عطرت لها الجو وظبطته لها وشغلت لها يا اخويا المروحه، يكشيت مروحه، حطيت لها كمامات، ما انت عارف بقى الامراض، امك بتقعد تعطس وتكح ومش عايزه اتكلم. وحطيت بقى، بتسيب كل حاجه وتروح ماسكالي الباسكت. يعني مش عارفه امك عايزه ايه، مالها هي ومال الباسكت؟ مالها؟ يلا واديني عملت لك الكوتشي كمان علشان لما تفتح الجزمه ما تقولناش ريحتكم معفنه، اصل انا اللي بلبس الكوتشي تقريبا. انا مش فاهماكوا بصراحه، مش عارفه اقول ايه. اهو كل دوت خلاص، هي واقفه على الباب وانا مش قادره اقول لكم اعمل ايه. ومسكت بقى الغساله الصغنطوطه بتاعتي دي ومسكت جرده للمسح، ويلا بقى هسيق الدنيا كده عشان ما تخشش تقول لي بلاطك وسيراميكك مليط ليه. والله يا ناس ما عارفه اعمل ايه مع العالم دي، اذا كان حسين ولا امه ولا عياله. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يلا نصيبنا كده. وفي الاخر ده بعد ده كله ما بنسمعش كلمه حلوه ولا بنتشكر في الاخر. انت بتعملي ايه؟ سواء من الاستاذ حسين ولا من امه. انا هسكت خالص مش هتكلم. اديني نضفت الحمام وحطيت لها الباسكت كمان جنب الحمام علشان ما تسمعنيش كلمتين. يلا اها كله لربنا، ما نشوف اخرتها معاها ايه. الحريم دي عقربة، انا بقول لكم هي عقربة. عقربة يا اخي، ناس ما بيعجبهاش حاجة. هتسيب ده كله، كل شقاية وكل تعب دول في الخمس ست دقايق اللي هي طالعة فيهم على السلم وتدور على اي حاجة. يا لهوي، كنت حاسة ان انا لمع كمان مراية الحمام كويس. اديني افتكرت هشغل لها بقى شوية كده على شرابات سحسين عشان ما تسمعناش كلمتين. امال ايه؟ هو انا ورايا حاجه؟ انتوا عارفين الحموات لما بيتلككوا على اي حاجه ولو دخلت لقيتهم في الغساله مش منشورين هتسمعني كلمتين برضو. اهو انا عماله اجري والدنيا تجري ورايا علشان ما اسمعش كلمتين منها لما تطلع. اهو اما نشوف اخرتها معاهم ايه. اديني خلصت الحمد لله بقى، وهلم بقيه الاكل عشان ما تعرفش انا جايبه ايه. تقول لي جايبه مانجا وموز واجنحه، هتبص لي في شويه الاجنحه بتوعي كمان لما نشوف اخرتها معاهم ايه. يلا اعمل بقى الاكل ولما تطلع ربنا يسهل هتاكل معانا. اهو الحمد لله كله بثوابه. هنعمل ايه؟ وتقول لي ابني جايب لك حاجات مريحك. يا ستي ما لازم يجيبني حاجات يريحني، يعني انتي حماية ما كانش مريحك؟ منك لله يا حماتي، منك لله انتي وحسين. وادينا اهو لميت تحت رجليه وحماتي طلعت. اهلا 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 بحبيبتي الغاليه اللي ما سلمت عليا.